مساء الخير ومساء السعادة على كل مشاهدينا. حلقة جديدة ومن يجدها يا رب دايما في أحسن حال وأحسن صحة. بنكون مبسوطين لما لقائنا بيتجدد مع حضراتكم كل تلات وخميس، الحقيقة من الساعة 6 للساعة 7، يعني بنقعد تقريبا ساعة على الهوا معاكم بنتكلم فيها في فقرات كتير جدا، وخصوصا الفقرات اللي تهمك، تهم بيتك، تهم أسرتك، تهم أولادك، علاقتك بجوزك، علاقتك بكل ما يحيط بيكي. الحقيقة دايما بنكون حريصين إن احنا نقدم لك فقرات مهمة وفقرات عديدة، وبنحب دايما نأكد على حضراتكم. بينزل البوست على صفحة القناة، صفحة CTV، بيبقى فيه صورتي أنا وميرفت. لو حابين تبعتوا لنا أي تعليق بيساعدنا طبعا استقبال كل تعليقاتكم. خلوني أرحب بميرفت. أهلا بيك يا ميرفت. أهلا بيك يا نانسي، وأهلا بكل مشاهدينا. بنسعد جدا لما بنكون معاكم على الهوا لمدة ساعة نستقبل فيها كل اتصالاتكم، كل اقتراحاتكم، وكل ملاحظاتكم اللي دايما بتبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك CTV Egypt، وكمان صفحة من يجدها بالعربي كده على الفيسبوك. النهاردة الحقيقة حلقة مهمة جدا، حلقة فيها فقرتين. خلونا نتكلم أكتر ونعرف أكتر يا نانسي عن الفقرة التانية. هتكون معانا إيه؟ فقرتنا التانية هتكون فقرة صراحة جميلة جدا وفقرة مهمة جدا لكل أم أو أب عندهم طفل بيعاني من فرط حركة. وكتير قوي بنحكم على اطفالنا ان هم عندهم فرط حركه لمجرد انهم اشقياء شويه، وفي فعلا اطفال بيبقوا عندهم فرط حركه واحنا ما نعرفش. النهارده هنعرف نفرق امتى ابني يكون عنده فرط حركه او تكون شقاوه عاديه. طب فرط الحركه محتاجه ان انا اعالجه، سواء علاج بقى دوائي، علاج سلوكي، او تدريب معين يعمله. طب ايه اهميه ان انا اعالج ابني او اهدي شويه من الحركه بتاعته؟ هل ده بيؤثر على الانتباه، بيأثر على الذكاء، بيأثر على المستوى الدراسي او المستوى التعليمي بتاعه؟ هنعرف الأسباب، هنعرف طرق العلاج، وهنعرف إزاي نتعامل مع الأطفال اللي عندهم فرط حركة. وعلى فكرة فرط الحركة مش مقلق خالص، لكن الفكرة إزاي نقدر نتعامل معاه. ده اللي هنعرفه في فقرتنا الثانية، وهتكون فقرة مميزة جدا. لكن فقرتنا الأولى هتكون إيه ميرفت؟ الحقيقة الفقرة الأولى فقرة أكتر من رائعة، فقرة كل السيدات بتحب تسمعها، تحب تتكلم عنها، تحب تقرأ عنها. الديكور، ديكور المنزل. والحقيقة في ظل الغلاء، الأسعار والأسعار اللي شايفينها كل يوم بتزيد بشكل جنوني، لكن إزاي تجددي ديكور بيتك بأقل التكلفة؟ هنعرف كل ده معاكم النهاردة. وكمان هنعرف ألوان 24 الموضة، طبعا ألوان الدهانات في 24. وكمان هل المساحة بتكون مهمة جدا في الديكور؟ هل البساطة في الديكور بتفرق ولا لأ؟ طب إزاي أنا أقدر أعمل ديكور أو أجدد من ديكور بيتي بأقل التكلفة؟ كل ده واكتر هنعرفه من ضيف حلقتنا النهارده. بيسعدنا وبشرفنا جدا يكون معانا مهندس أبانوب مجدي، مهندس ديكور وعمارة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا وسعداء بيك. وانا مبسوط ان مع حضراتكم النهارده. احنا كمان سعداء بجد بوجودك معانا. وزي ما ميرفت بتقول ان فكره ديكور البيت دي حاجه مهمه جدا، انا ببقى متحمسه جدا للفقرات اللي زي دي. انا فعلا من الناس، وانا وميرفت تقريبا بنحب ان احنا نجدد بيتنا كل شويه. لكن في كتير قوي يقول لك انا جددت البيت وصرفت عليه كتير جدا، لكن حاسه مش مريح بالنسبه لي، حاسه ان في حاجه مضايقاني، في ركنه معينه كل ما ابص لها احس ان انا مش مبسوطه. ازاي نخلي ديكور بيتنا يبقى مريح، ومريح كمان لنظرنا، ونبقى حابين ان احنا نقعد في البيت، مش عايزين دايما ننزل ونسيب البيت؟ تمام، حلو جدا السؤال ده. خلينا نكون متفقين ان مش لازم ان انا عشان صرفت كتير او كلفت كتير يبقى لازم ديكور بيتي يكون كويس وحلو جدا. يعني هي مش بالتكلفه. صحيح. فاحنا الطبيعي عندنا لما بنيجي بنسال اي حد مش متخصص نقول له احنا عايزين نعمل الوان او ديكور بيت حلو ويكون جميل ومريح، بيقول لك خليك في الالوان الفاتحه. طب الالوان الفاتحه دي اخترتها بناء عن ايه؟ هو ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. وفي كمان ديزاين هيوضح لنا احنا بنختار الالوان بتاعتنا بناء على ايه. الالوان علشان نكون في مكان مريح وحلو جدا وهادي واعصاب وكده بنختاره بيكون ماتشنج مع كل الحاجات اللي موجوده. بنبتدي الاول من الوان الفينوتشر اللي موجود، قطع الاساس اللي موجوده لونها ايه. ده بالنسبه للتجديد، ده بالنسبه لان انت هتبتدي هتعمل دي كل المكان من الاول، او ان انت لو هتجدد. لا يعني انا مثلا لو عروسه وعريس، لو هنتكلم بقى عن الالوان، عروسه وعريس لسه ما اختاروش الموبيليا بتاعتهم، تمام. لسه مش عارفين، مترددين. اهو انا ما نزلتش السوق وما عرفتش ايه هي الموضه في الالوان، وحضرتك ماسك مثلا ديكور البيت او خدوا راي حضرتك. ففي الوقت ده هتنصحهم يعملوا الوان ايه لو انا لسه حتى ما فكرتش هجيب الوان ايه؟
تمام. احنا علشان خاطر نختار الالوان الصح والمظبوطه اللي تكون متناغم داخل الفراغ كله، بنبتدي الاول بلون الفينوتشر ايه. يعني مثلا حضرتك في الديزاين ده هنلاقي لون الفينوتشر ماتشنج او مكمل مع اللون اللي موجود في الحائط، وكمان اللون اللي موجود في الارضيات والاسقف. فاحنا بنختار يعني مثلا برضه في الديزاين الثاني انا حبيت ان انا يكون لون مختلف، الوان غامقه، اللون الاوكر ده مع الخداديات على البرواز لون، ومكمل كمان مع اللون اللي موجود في الحائط. لو كمان في الديزاين اللي بعده هنلاقي ال شيب موجوده بلون، 2 لون، عند الحائط دي بلون ولون تاني. فلو حضرتك تخيلي عملنا مثلا ديزاين موجود وجبنا بعدها، يعني انا دلوقتي اخترت اللون زي ما كله بيعمل كده في الاول، وبعدها بيروح جايب الفينوتشر قطع الاساس بتبقى لون تاني، فتلاقي المكان 5 الوان. أيوة. مفيش ماتشنج، مفيش اريحيه. بالظبط، بحس ان انا عينيا مش مرتاحه وانا باصه على حين ان ممكن تكون الالوان لايقه مع بعضها بس مش مداني الاريحيه للعين. بالظبط كده. فعشان كده انت بتختار اللون بناء على، بتبتديه من قطع الاساس لحد كل حاجه موجوده، لحد الاكسسوارز كمان، السجاده، اللون الاباليك، اللون الزهريات اللي موجوده، كل ده هتلاقيه في الاخر. عايزه اقف عند نقطه معينه. معلش، اختار الاول الاساس ولا اختار اللون الحيطه اللي انا بحبه، اللون المفضل اللي بيريحني؟ يعني ايه اكتر حاجه ابتديها لو انا لسه هاسس بقى شقتي من الاول؟ تمام. اختار ايه الاول، لون القطعه اللي انا هحطها الاساس ولا اختار الوان الحيطه؟ هقول لحضرتك، بص، هو السؤال بتاع حضرتك ده حلو جدا، وفي كمان حاجه هقولها في اختيار الالوان دي، يعتبر دي اللي هي اسرار المهنه زي ما بيقولوا. احنا بنختار الالوان وبنوزع الالوان بناء على ايه؟ هو واحنا بنصمم في الاول بيبقى في عندنا او بنشتغل بقانون اسمه ال60-30-10. ال60 دي اللي هي درجه اللون الكامله داخل الفراغ اللي هي هستغلها بشكل اكبر. ال30 اللون المكمل ليه. ال10% بيبقى اللون اللي هو صعب ان انا استخدمه. زي ايه مثلا؟ عندنا كلاينت يقول لك انا بحب اللون الاسود، ذوقه يعني هو ذوقه كده بيحب اللون الاسود ده، اكيد مش هستخدمه في الفراغ كله، لان لو استخدمته ده 10 بقى ده بيكون ال10 مش هينفع اسود اكتر من ايوه كده. لان لو استخدمته كآبة هتحس ان هو قاعد في مكان يعني ليه كده طبعا. فعشان كده يعني هو فعلا تعبير كده يعني صح. فبنبتدي ان احنا نوزع واحنا بنصمم في الاول. يعني الاول حضرتك بنعمل تصميمات 2D وبنبتدي ان احنا نعملها 3D، فبنشوف كل كمان الطرز والستايل اللي احنا هنمشي عليه، علشان لما نيجي نشتري قطع الاساس نشتريها بناء على التصميم اللي احنا صممناه. صحيح. طب ده بالنسبه لذوق حد ذوقه اسود، فخلاص احنا هنختار له الاذواق اللي هو عايزها. لكن احنا النهارده بنتكلم عن موضه 24، الالوان اللي هي موضه 24. ولو انا عايزه اجدد، يمكن من اكتر الحاجات اللي ممكن اجدد فيها الالوان والاضاءه. فالوان 24 ايه هي الموضه والاضاءه كمان؟ تمام. في الالوان ال 24 طبعا كل سنه في شركات كبيره جدا يعني بتطلع الوان كتيره مختلفه وستايلات كتيره في الالوان. معانا اللون الرماديات الفاتحه دي من الالوان الترند 24، ومعانا كمان اللون اللي هو في الديزاين اللي بعد ده معانا اللون الوردي الفاتح برضه في زي ما موجود كده وردي في الريسبشن. هو بيبقى على حسب النشاط بتاع الفراغ. انا ببتدي يعني مثلا عندنا اللي هي يانج جيل بدروم مثلا اللي هي غرفه بنوته، فهبتدي ان انا اعمل الديزاين بناء على المعادله اللي انا لسه قايلها اللي هي 30-60. ما انا ده اللي اقصده، ان الوردي بالزبط. ده في حجره بنت صغيره بالزبط. لكن مش هتنفع في الريسبشن. بالظبط. هي كمان بنشوف برضه على حسب الاذواق. في ناس بتحب كده في الريسبشن. دي حقيقه. اللون الاحمر والحاجات دي بتبقى فاتحه للشهيه، بيستخدموها كمان الالوان دي في المطاعم والحاجات دي. تمام. عندنا اللون كمان الازرق الترابي ده برضه من الدرجات الفاتحه منه يعني زي ما موجود في الديزاين كده. وبعدها عندنا اللون البيج بدرجاته كلها. بص حضرتك في الديزاين اللي على اليمين ده اللي هو اللي بعده هتلاقيه في قانون اللي هو مستخدمينه 30-60-10. اللون الاسود اللي موجوده في الكورنر اللي هي التيبل كورنر. ايوه هي دي. وموجود كمان اللون المكمل ليه. طب الالوان بقى الاضاءه ده برضه من الالوان الاضاءه. بص الاول كان في الجبسون بورد دايما كان كل اي حد نازل خلاص هيعمل شقته يلا ننزل بالجبسون بورد على طول ونحط فيه بقى اللي عايز يحط سبوتات، عايز يحط ليد اشكال معينه.
برسومات خاصه. انا اعتقد ان الفتره اللي احنا فيها ابتدى فكره الجبسون بورد يقل شويه ويحل مكانه حاجات تانية. فعايزين نعرف الجديد في الاضاءه وازاي اعمل برضو النور الخافض مع الميكس مع الالوان يديني جو كده برضو مريح، وفي نفس الوقت احس اني انا داخل الشقه شكلها شيك او البيت شكله شيك. حلو جدا السؤال ده، وده طبعا يعني سؤال كبير جدا، ولكن احنا هنخلينا الاول نفهم احنا عشان بنشوف ازاي. الاضاءه عندنا بتدخل في بؤبع العين، بتوصل للعصب البصري، بيقول لك الحاجه اللي قدامك دي ايه. تمام. فلو الاضاءه ضعيفه بؤبع العين بيتسع عشان يدخل كميه اضاءه اكتر. ولو الاضاءه زي ما موجود هنا، بص في الفيديو الاضاءه بتدخل في العين بتوصل للعصب البصري، بيقول لك اللي موجود ايه. ولو الاضاءه عاليه بؤبع العين عاليه جدا بيضيق عشان داخل كميه اكتر. صحيح. فدي حاجه ربنا خلقنا عليها. بالنسبه احنا بنشوف الاضاءه ازاي. طيب لو الاضاءه عاليه بتخليك انت متنشن، بتخلي عندك نشاط، طاقه، حيويه. لو الاضاءه ضعيفه بتديك نوع من انواع الخمول، الاريحيه، الهدوء. فاحنا ده بالنسبه للانسان، والاضاءه بتعمل ايه معانا احنا بنشوف ازاي. طيب بالنسبه بقى للفراغ بتاعنا، لو عندنا مثلا غرفه نوم، ما هو النشاط بتاع غرفة النوم؟ للنوم وللراحة وللاسترخاء. فكل مكان وبيبقى ليه شدة الإضاءة بتاعته. المكتب مثلا عايز أبقى مركز وصاحي وعايز أذاكر، فلازم شدة الإضاءة بتاعته تكون عالية. فإحنا كده فهمنا الإضاءة بتأثر علينا إزاي، وفهمنا إحنا كل مكان وبيبقى ليه إضاءة معينة. طب يعني أنا بالنسبة للإضاءة نفسي أسأل على الجيبسون بورد. الجيبسون بورد يمكن كان من كام سنة كان مستويات، في مستوى منخفض ومستوى كمان تلاقيه بارز أكتر. فنفسي أعرف موضة الجيبسون بورد بالنسبة ل 2024، هل أصبح دلوقتي كله مستوى واحد ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل كل الأماكن في البيت مثلا أو في مكتب كله يسمح إن أنا أركب له الجيبسون بورد، ولا في بعض الحجرات ينفع وبعض الحجرات التانية ما ينفعش؟ حلو جدا. في تركيب الجيبسون بورد، احنا بنركب الجيبسون بورد ليه اصلا؟ يعني السؤال الاول هو ليه احنا بنركبه؟ عشان خاطر بنوزع منه الاضاءه. يعني ما ينفعش يبقى الغرفه عندي موجوده هي الاضاءه في الحته دي بس، لازم تتوزع بشكل كامل. تاني حاجه بنمشي فيه الامتدادات بتاعه التكييف، الضغط بتاع التكييف، الكهرباء، اي حاجه موجوده أي حاجة بالظبط. وبعدها طيب انا امتى بقى نقول ينفع نعمل جيبسون بورد ولا لا؟ لما يكون عندي ارتفاع السقف 3 متر، لان في سقوط هينزل. فانا لو نفترض ان انا عملت جيبسون بورد وبعدها ما حد مش فاهم بقى وهيعمل شقه، بعدها عملنا حطينا النجفه. حضرتك انت لو ماشي يعني عندنا 82 واقل حاجه مثلا نزل 30 سم الجيبسون بورد، بعدها سقوط النجفه مثلا 40 سم، فلو حد يعني باسم الصليب متر و80 مثلا رفع ايده هيخبط في النجف واللمض بالظبط، هيخبط فيها فعلا. فهنا لا، ما ينفعش. فبنبتدي نعمل حلول تاني افضل، نجيب مثلا بيوت النور، نعمل مثلا سيريال لايت كده جميل او ليد بروفايل، وعلى حسب التصميم. لا انا نفسي برضو اعرف هل النجف اللي بيتركب في الجيبسون بورد ده ينفع مع موبيليا مثلا تكون مودرن، ولا لو انا فرشه مودرن يفضل ان تكون مجرد سبوتس كده في الجيبسون بورد؟ تمام. هو التصميم اللي احنا بنعمله في الجيبسون بورد علشان نوزع بيه الاضاءه، بلس ان هو يخدم الطراز اللي احنا مستخدمينه. دي برضه في السؤال اللي جاي هرد عليه برضه اكتر بكمان تصميمات عشان توضح للمشاهد معانا كمان ايه التصميم او ايه انواع الطرز اللي احنا برضه بنستخدمها. طيب تمام. دلوقتي اي حد فينا عايز يجدد بيته، عاوز يغير من شكل الشقه بتاعته اللي هو قاعد فيها، بيحاول يجتهد اجتهاد شخصي. اخش على جوجل، اعمل شويه سيرش، اشوف ايه الموضه اللي طالعه، وابتدي انفذ واجيب حد مثلا صناعيه انا اعرفهم او عمال كنت اعرفهم شطبوا لي قبل كده، عملوا ما اعرفش الاختي عملوا ما اعرفش ايه، واجيبهم يعملوا، والاقي نفسي دفعت فلوس كتير قوي. لما اروح لحد متخصص يقول لي لا انت كان ممكن تعملي كذا وتعملي كذا تعملي كذا وباقل التكلفه. فكره ان انا اروح لمهندس ديكور هو اللي يعمل لي شقتي دايما مرتبطه ان انا هدفع فلوس كتير. على حين ان احنا عايزين نبين النهارده لكل اللي بيشوفونا ولنفسنا كمان ان فكره مهندس الديكور انا ممكن يوفر لي فلوس او بنود كتير قوي انا ممكن ادفعها على الفاضي ما تكونش ليها اي اهميه يعني او اي احتياج. تمام. هو زي ما حضرتك سالت دلوقتي سؤالين،
الاول انا فهمت ممكن اعمل انا الشغل ده. السؤال الثاني ازاي بقى مهندس الديكور هيوفر لي يعني هيعمل كل الشغل ده والمعلومات دي وكمان هيوفر لي. هو الاول احنا ليه بنجيب مهندس ديكور؟ رقم واحد هيبتدي يرسم لي الشقه بتاعتي 2D. هيبتدي يوزع لي القطع الاساس اللي هتبقى موجوده في الغرف، هو فاهم بيوزع ازاي، هيراعي ممرات الحركه في المكان. يعني مثلا انا لو مش فاهم هحط السرير هنا، هحط الدولاب هنا. طب الدولاب عمقه 60 سم، هو مش مراعي ممر الحركه، يجي عشان يفتح الدولاب لازم يطلع فوق السرير بقى عشان يفتح الدولاب. لانه مش مراعي الفراغ بتاعه مساحته قد ايه والقطعه دي مساحتها ايه او مقاساتها كام. فدي اول حاجه. تاني حاجه هيشيل مثلا عندي الحائط دي لا هشيلها، عندي الحائط دي لا هضيفها، هوسع المطبخ. هيبتدي يفتح مثلا هيعمل له امريكان كيتشن، هيفتحه على الليفنج روم مثلا. فكل ده هو بيبتدي ان هو يرسمه ويشوف كل حاجه. في حاجه بقى برضه ودي 90% اللي بيشطبوا لنفسهم بيقعوا في الخطأ ده، هو ان لما بيجي خلاص هو عمل كل حاجه وهيحط القطع اللي موجوده، يلاقي السرير وراه جت الفيشه او مخرج الكهرباء. فيبتدي يحرك السرير يا يكسر من تاني ويفتح مخرج للكهرباء. هنا بقى يعني دي الميزه الحلوه ان المهندس بيرسم له كمان كل حاجه، بيعمل بلانات. هتلاقي بلان موجود فيه بلان للكهرباء، بلان للفرش، بلان مقاسات كل حاجه. كل ده بيعمله 2D وكمان و3D كمان. وكمان وكمان بيعملوا 3D. احنا بنشوف كاننا داخلين جوه البيت وشايفين كل حاجه يعني. هو كمان بيرسموا 3D زي ما الاستاذه قالت انه بيترسم 3D. بتشوف بقى السؤال اللي حضرتك قلتيه اللي هو طب احنا نختار الفينوتشر ده بناء على ايه، ولا نختار قطعه الاساس دي ايه؟ انا عجبني ستايل. فهو بيبتدي ده برضه التصميم ال 3D. بتشوف كل حاجه موجوده في الشقه وبيرسمها لك كمان. القطع بتاعتي هي موجوده ايه، الطراز بتاعها عامل ازاي. يعني في كذا تصميم اللي بعده هنلاقي انواع الطرز. في عندنا دي مخارج الكهرباء اللي هو هيراعي كل حاجه وهيمشي في الجبسون بورد الاضاءات عامله ازاي عشان ما يكونش فيه ازدحام. في بقى في الطرز دي الطرز بقى. في عندي الطرز دي عباره عن ايه ببساطه، عامله زي حد بيلبس لبس كاجوال وحد بيلبس لبس كلاسيك. انا لو مش فاهم كلاسيك على كاجوال وهتطلع حاجه ثالثه والسيمي كاجوال بالظبط. هنا بقى المهندس شطارته في ايه؟ هو بيبقى دارس ده بقى، بيبقى دارس المدارس اللي موجوده. لا هو في سيمي كاجوال برضه في الديكور على فكره. يعني في كلاسيك، في ناس بتحب تعمل في ستيل وفي مودرن. فالكلاسيك بيبقى وسط في النص بالظبط. هو كمان بيراعي المدارس اللي موجوده مثلا زي الارت ديكو مثلا. عندنا التصميم الصناعي، المودرن، الكلاسيك. كل ده هيبتدي يلتزم بالمدرسه دي. لكن انا لو مش دارس انواع الطرز والمدارس مش هلتزم. فبيطلع برضه حاجه ثالثه. لكن الفكره ان مفيش حاجه اسمها ده موضه 24 فانا لازم ابقى كلاسيك، دي موضه 24 فانا لازم ابقى يعني مودرن. مفيش حاجه اسمها الموضه. الموضه دي بتبقى حسب انا عينيا بتحب تشوف ايه، بتحب تشوف كلاسيك ولا بتحب تشوف مودرن ولا بتحب ستيل. يعني حسب ما انا ببقى عاوزه. هي بترجع للاذواق في الاول بالذات في المدارس، لان دي اسس علميه بيتبعها المهندس داخل المنشاه او الفراغ اللي هو بيصممه. يعني أنا ملتزم بأن خلاص هنعمل، لو هنتكلم على السكن والشقة عشان برضو اللي عايز يشطب يستفيد من ده، هو أن أنا هلتزم بالطراز ده أو أنا تحت للتصميم ده لهدوءه والبساطته، فابتدي أن أنا أتبعه. ودي أسس علمية للمدارس اللي موجودة. بس الموضة دلوقتي بتتجه للمودرن أكتر يا باشمهندس. دي حقيقة عشان يبقى هادي يعني الواحد كل ما يدخل مثلا موبيليا تلاقي مودرن، تدخل معرفش تختار ألوان، تختار ديكور. بحس إن هي المودرن أكتر دلوقتي. بتحب المودرن ولا الستيل أكتر؟ أقول لك بعدين. بتحب الستيل أكتر. أنا المودرن رقم واحد حلاوته في البساطه بتاعته، ما فيهوش شغل كتير. صحيح. الكلاسيك بقى لو هنرجع لزمان خالص بيبقى كل حاجه فيها زخارف كده وفيها بانوهات على الحائط وفيها شغل. لا بس البانوهات دلوقتي يا باشمهندس دلوقتي طالعه موضه مع المودرن. صح. هقول لحضرتك انا كان في مخيلتي ان البانوهات دي كلاسيك قوي زي ما بنشوف في القصور زمان. اصبحت دلوقتي بنشوفها واحنا فارشين مودرن وبرده البانوهات على الحيطه. هي دي برده بترجع للدكاتره وللمهندسين التقال جدا. بيبتدي ان هو يدي البصمه بتاعته.
بان هو دارس الاسس العلميه بتاعه الكلاسيك ودارس الاسس العلميه بتاعه المودرن، فبيبتدي يجمع ما بينهم. بس برضه بيبقى ملتزم بالطرز اللي هو تابعها في الفراغ طيب ده. نتكلم عن المساحه، مش هنقدر يعني نخلص الحلقة من غير ما نتكلم مساحة البيت. أحيانا كتير الواحد يدخل بيت واسع قوي، لكن في نفس الوقت تحس إنه زحمة قوي، وتحس إن كل حاجة جنب بعض وضيقة. وأحيانا تدخل بيت مساحته صغيرة وفي نفس الوقت تلاقيه العين كده جايبة إن هو كأنه كبير. فنتكلم عن علاقة المساحة بالديكور. حلو جدا السؤال ده. أنا هنا دلوقتي لما باجي إن أنا التزم او ان انا اشوف الفراغ بتاعي كبير وان هو فعلا زحمه وصغير كده، مع ان هو مساحته كبيره زي ما حضرتك قلتي، ده بيرجع لعده اخطاء. رقم 1 مش موزع اضاءه مظبوطه. رقم 2 الالوان غامقه ومش مفتحه المكان كده. رقم 3 في نوتشر كتير جدا. دي برضه بترجع للتصميم. هو بيغنينا كمان عنه ايه؟ التصميم ال3D بيخلينا نشوف الفراغ بتاعه كله. السؤال برضو الأستاذة برضو سألت عليه، هو ازاي مهندس الديكور هيوفر لي؟ هو هيوفر لي في ايه؟ رقم 1 احنا بنتعامل مع موردين مش مع تاجر. لو تاجر بسعر وسعر وسعر، لكن المهندس معاه شغل اكتر، فبيتعامل مع مورد فبيجيب الماتيريال اللي هو محتاجها بسعر اقل. صحيح. دي اول حاجة. الحاجة التانية خلينا نحط دي بين قوسين عشان نبقى فاهمين ازاي بنرشد الانفاق في توضيب الشقة بتاعتي او توضيب بيتي. يعني دي من ضمن البنود اللي احنا بنقول عليها النهارده، ان احنا نقدر نوفر الانفاق او نرشد الانفاق شويه في توضيب البيت، على حين ان الناس كلها عارفه ان الموضوع ده تكلفه باهظه جدا. يعني هو في الاول انت بتشوف انت محتاج ايه، وبتبتدي تعمل زي جدوى كده بسيطه. انا هشتري ايه، هنجيب ايه. وطبعا دي بتبقى للمهندس اكتر، هو عارف هو بيستخدم الماتيريال ايه. يعني مثلا انا عارف الماتيريال اللي ينفع احطها بره لاندسكيب او حاجه خارجيه تتفاعل مع العوامل الخارجيه والشمس والاتربه، وفي خامات ينفع ان انا احطها جوه. في خامات كمان ينفع ان انا لو حطيت عليها مسحوق عشان امسحها او حاجه ممكن تبهت تغير لونها. فانا ببقى دارس الماتيريال والخامه بتاعتها عامله ازاي، فببتدي ان انا اشتري الماتيريال من المورد بسعر اقل. صحيح. وكمان انا فاهم هي تركيبتها الكيميائيه عامله ازاي معايا. حقيقه الموضوع يعني محتاج وقت ومن اجمل الكلام اللي اي حد يحب يسمعه ويتكلم فيه موضوع الديكورات. لكن للاسف وقتنا انتهى، وانا زعلانه ان الوقت انتهى. انا حاسه ان حضرتك عندك كلام كتير قوي عايز تقوله، واحنا عندنا كمان عايزين نسمع اسئله كتير. لكن هي في اخر حاجه صغننه وهي برضو الصنايعي. حضرتك هو لما بيجي مثلا هنجيب صنايعي يعمل الشغل، الصنايعي مع حضرتك هو عارف ان دي شغلانه واحده، لكن معايا انا عارف ان دي شغلانه واثنين وثلاثه. فحضرتك هو بيحاسبك مثلا او بيتحاسب المتر ب5، لا انا بحاسبه المتر ب3 جنيه مثلا. فبرضه بوفر في الميزانيه بتاعه التكلفه كلها. فتلاقي في الاخر المهندس بيوفر في الخامات اللي هيشتريها، وكمان بستفيد منه انه دارس الاضاءات وتاثيرها، ودارس الخامات والماتيريال والحاجات. صحيح. ده غير طبعا توضيب الحاجه. يعني مثلا لما يحط لك الديش ووشر مثلا يمين الحوض، دي بتفرق جدا. انا بدل ما احطه ورايا وافضل اجيب من الحوض غسلت يعني الاطباق عشان غسلت زي حالاتي. فالحقيقه يعني المهندس بيساعد وبيبقى ليه رؤيه تانية لما احنا بنسمعها بتختلف خالص، ونشوف كده ايه ده، هي كانت غايبه عني ازاي. فانا بشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه. شكرا. كل الشكر للدكتور المهندس أبانوب مجدي، مهندس ديكور وعماره. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقرتنا الثانيه اللي بتهم كل الطفل اللي عنده فرط حركه. كتير من الامهات وبالاخص اللي عندها اول طفل ليها بيتهيألها طبيعي، ما هي الاطفال كلها شقيه، الاطفال كلها بتتحرك، الطفل اللي مش طبيعي هو اللي ما بيتحركش. فخلينا نعرف النهارده يعني ايه فرط حركه، وهل هو مرض ولا اضطراب. كل ده وهنعرف اكتر عنه، اسبابه واعراضه وعلاجه ايه، لكن بعد الفاصل.